البيزنس لو ما قدرتش توصل لكونسبت الافري داي فانت اكيد هتبقى في اللو سيزون. كنت في ايطاليا وكان في مطاعم عارفه ان في ايام فيها لو هي فتحت ده خساره ليها، لان التكاليف بتاعتها اكتر من العملاء اللي بتيجي والزباين اللي بيجوا. لكن الفكر ده قديم بستايل قديم، ما قدرش ان هو يشتغل عليه ويطوره، فبقى دايما مرتبط البيزنس بالهاي سيزون واللو سيزون. في ايام قويه في الاسبوع، في ايام قويه في الشهر، في ايام قويه في السنه، وفي ايام ضعيفه 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 في الاسبوع وفي الشهر وفي السنه. وبالتالي تلاقيه بيحاول ان هو يقفل في اللو سيزون، يقلل عماله قوي. لكن الفكر المختلف ان انت محتاج توصل لكونسبت الافري داي، ان افري داي في سيلز، افري داي في ماركتنج، افري داي في كونتنت، افري داي البروسيس كلها شغاله، وبالتالي في انبوت وبروفيتس وانكم بيدخلوا كل يوم. محتاجين نوصل للكونسبت ده ونفهم الكونسبت ده ازاي بيتحقق، وبالتالي تقدر توصل ان انت تلغي الهاي سيزون واللو سيزون، وان اللو سيزون بالنسبه لك هو بروفيتابل جدا جدا جدا، فبالتالي الهاي سيزون هو اوفر سبسكرايب، هو الزحمه، هو الطابور، هو اللي بيخلق الورد اوف ماوث. في البيزنس لو ما قدرتش توصل لكونسبت الافري داي فانت اكيد هتبقى في اللو سيزون.